فرنسا جلست 130 سنة هنا ماشي باللعب، جلست بتدبير شيطاني. شفت كيف؟ يلتقى الرومي اللي يقول البون ديو يقول لك ربي موجود، ويلتقى العربي الجزائري مسكين اللي كان يقولها سيدي مبارك ولا لا سيدي عكاشة، وكانوا يمشوا ويديروا الوعادي والزرادي ويمشوا في وسط الطرق ويديروا فرد كبير معلم بكذا، والبندير يمشي والنصارى يطلوا من الباطمات ويرموا لهم في الدواره. واحد سابق في فتاعو يلايم الكبار راهم شافوا، والصغار نقول لهم التاريخ تاعنا كيفاش كان فرنسا تلعب علينا. شفت كيف؟ يمشوا وراهم يلايموا في الدرام والنصارى يرموا لهم حتى وين رايحين؟ قال السيد مبارك يلحقوا ثم ينذبح هذاك الثور ويطيبوه ويقعدوا 7 أيام و7 ليالي والبندير يخبط وتلاه ليه وربي ها 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 وفرنسا زيد تساعدهم. شفت كيف؟ كان هنا في الغرب هذا سيدهم عابد اللي كانوا النساء يغنوا به في العراس، لما تلحق الموسم نتاعو خرجوه في الجريدة. سيدهم عابد هاو الحق الوقت تاعو واش يسموها سكة الحديد كانت تدي ب4 دورو، يقولوا ولات 2 دورو، ولا كانت تدي 2 دورو ولات دورو، ينشروها ويكتبوها بالتباشير في القطار اللي بغى يركب راهي ولات الدورو تشجيع. شفت كيف؟ وراه كل شيء ثم خالص 7 أيام و7 ليالي هما في الغرب، ويروحوا ثمايا الجوفرنور تاع فرنسا داير له الكرسي تاعو وحده، والمير والقايد والباشاقه وفلان وفلان، وقاعدين كل فست تعرفوا على وجه الارض تلقاه ثمايا في هذاك الموسم تاع سيدهم عابد. احنا نفكروا فرنسا على تعاون هذا. انت لما جت تبني مدرسه، لما جت جمعيه العلماء المسلمين جت تبني مدارس في انحاء الجزائر، عرقلتها فرنسا وقالت غير هذه ما تكونش، راكم بانين الزوي يكفوكم الزوي. قالوا لا احنا ما نستعرفوش بالزوي. جمعيه العلماء قالت احنا ما نستعرفوش بالزوي، احنا نستعرفوا بالقران، نستعرفوا بمدارس تقرر القران كما فهموه الاولين. علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا؟ علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا؟